السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ دي طريقه الشابه اللي انا بعملها في البيت، هقولها لكم دلوقتي. الشابه انا مش جايبها مطحونه، انا جبتها حجر وكسرتها كده بين كيسين بالنشابه وبعد صغير، وبعد كده طحنتها في المطحنه بتاعه السكر ناعم زي السكر بودر، بعدين نخلتها بمصفى ضيقه، وبعدين هوريكم بقى هحط عليها ايه. هحط عليها ربع معلقه صغيره بيكربوناتو، وحطيت نص معلقه صغيره نشا وهنخلهم. حطيت معلقتين زيت ورد، وهحط معلقتين زيت جوز هند برضو بكر خام معصور على البارد اهو، زيت جوز الهند بتاعي. تمام، هخلطهم وبعدين هقول لكم هنكمل نعمل ايه. ده شمع عسل تجميلي جايباه من العطار، هو مش نقي يعني، نوعية رديئة بس مش مشكلة. في شمع طبي اللي هو بتاع التجميل بتاع الشركات، بتاع الكريمات والحاجات دي، بيتباع اونلاين وعند خامات مستحضرات التجميل، بيبقى نقي جدا، حبيبات صغننه كده شفافه. ده طبعا هيكون افضل، بس ده المتوفر قدامي فجبته. تمام، هسيحه على حمام ميه سخنه، مش هحط عليه ميه، هحطه بصي الحله تحتيه جواها ميه، وافضل اقلبه بقى على النار، ويستحسن لو كان قطع اصغر من كده عشان يسيح بسرعه. وبعدين هصفيه على الخليط اللي عملناه، وانا زودت كمان زيت جوز هند على الخليط، وبعدين هنشوف بقى هنعمل ايه. حطيت زيت جوز هند تاني، زودت كمية، وهحط كام بامب كده جل صبار، وعندي المخمرية الحجر اللي جوه ده هاخده وهسيحه على حمام ميه دافيه، او هحاول اطحنه واحطه معاها. انا هرست البور اللي كان في قلب المخمريه ده، تبقى ريحته جميله، هيديها ريحه حلوه مع زيت الورد، او ممكن نكتفي بزيت عطري بس زي ما تحبي، انا عشان موجود عندي بس مش اكتر. الشمع مش هحطه لانه تقريبا اداله شمع بنعمل بيه الشمع، يعني ده مش شمع طبي بتاع مستحضرات تجميل اي حاجه، فهرميه، مش هحطه هيبوظ لي الخلطه. حطيت 10 بامب من الجل الصبار، ده المتوفر عندي، ده الشعبي اللي بيتباع في كل محلات التجميل. لو انت عندك الغالي الاصلي حطي، بس ده المتوفر عندي فحطيته. وزيت جوز الهند حطيت 3/4 الازازه، وبفكر احط كمان معلقه صغيره كده زبده شيا معاهم، وانا عماله اعملهم على حمام ميه دافيه وكده، بقلبهم عشان يتجانسوا مع بعض حلو، وهوريكم بقى الشكل النهائي. لو عندك زنك اوليف او سودو كريم او بنسينول او بيبانتين حطي معلقه صغيره. انا ما عنديش كل ده، فهو احلاهم طبعا سودو كريم. عندي زبده شيا العاجي، بس وانا قرب يخلص البرطمان هحط منه معلقه صغيره او اقل. حطيت نص معلقه صغيره بس من زبده الشيا وهقلب. عندي الزيت العطري بتاع السويت اللي انا جايباه المره دي تحفه، انا بحبه، وناس كتير كانت طالباه من جمال ريحته، فجبت منه تولات صغيره، فهحط منه بقى خلي ريحتها مفحفحه. عملنا ال3 عبوات دول كده اهو، حطهم في التلاجة عشان بس الزيت بتاعنا والحاجه تتجانس كده مع بعضها وتجمد، وزبده الشيا عشان احنا كنا عاملينهم على حمام ميه سخنه، فقوام هيتظبط كده. وبعدين انتي بتاخدي علبه بره تبقى في التويلت تستخدمي منها، او في الاوضه تلبسي فيها، والباقي خليه في التلاجة. بس لو في الشتاء خليه بره عادي، بس ادام مش بتستخدميه يعني وحاجه بكميه متشاله فخليها في التلاجة بس. فانا كل مره بغير يعني في المكونات، بزود حاجه ناقص حاجه حسب المتوفر عندي في البيت، فالمكونات دي مش ثابته. المره اللي فاتت عملته بحاجات مختلفه. يلا كل سنه وانتم طيبين.